هذه هي الوصفة اللي مستحيل إني نبدلها من اللي تعلمتها، وصفة البراج ولا المبرجة كما يقولوا في بعض المناطق من الجزائر. هذه الوصفة مستحيل إنكم تلقاوها على اليوتيوب لأنها فعلا حصرية، ومش حين تلقاوها أبدا بهذا المقادير ولا بهذه الطريقة اللي راح نجربها معاكم. طبعًا هاد الوصفة حطوها في عينيكم ما تمدوها حتى لواحد إلا للناس اللي عزاز عليكم وغاليين عليكم بالبزاف. قبل ما نبداو ونشوفوا الوصفة نتاع نهار اليوم راح نطلب منكم إنكم تتفرجوا الفيديو من الأول للآخر لأنه كل خطوة فيها راها مهمة. وقبل ما نشوفوا الوصفة نتاع اليوم ما ننساوش سويا نصلي ونسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسم الله الرحمن الرحيم. رايحين نحتاجو في الوصفة نتاعنا تاع نهار اليوم تاع البراج كيلة نتاع السمن بحرارة الغرفة. بالنسبة للكيلة نتاع السمن ديروها بومبي يعني مقببة، وبالنسبة للغرام ولا للمكيال كيلو بالحاجة اللي تناسبكم. فوالا استعملت سمن المدينة كيلة كاملة، كيما تقدروا تستعملوا المارغرين بحرارة الغرفة ولا السمن ومارغرين مع بعضهم بحرارة الغرفة طبعا. بالنسبة للسمن راكم شفتوا كيما هزيتو بصبعي يعني طري خلاص. راح نطلعوه بالباطوغ بهذه الطريقة المدة تاع مش مدة يعني حتى يتغير اللون نتاعو حتى يصبح أبيض تماما يعني ولا يعود يشبه الميرينغ هكذا. راح نخفق جيدا حتى قلت لكم حتى يتغير اللون نتاعو. هذه الطريقة راح تخفف علينا، دوك نقول لكم واش راح تخفف علينا. أولًا راح نخفقو هكا، وراح ندير الكيلة الأولى ممسوحة نتاع سميد متوسط. أنا استعملت لهنا سميد كنزة تاع شكارة تاع 25 كيلو هكدا باش نكونوا واضحين. هكذا حطيت الكيلة الأولى وراح نزيد نعاود نحركها مع السمن تاعي. طبعا السمن لهنا راهو بياض تماما. ضفت الكيلة الأولى قلت لكم وراني نخلط فيها بهذه الطريقة هكذا، وراح نزيد نجيب الكيلة الثانية ممسوحة وراح نضيفها للخليط نتاعي بهذه الطريقة هكذا. نحاول اني نهبط الكمية نتاع السميد هكذا هكا، وراح نزيد نعاود ندخلها مليح. شوفوا اذا كان الباتور نتاعكم يعني خفتوا عليه ولا تقدروا تحطوا الكيله الاولى برك وتخلطوها بالباتور برك وخلاص. انا لهنايا مالغري يعني الباتور نتاعي راهو ضعيف شويه يعني ماهوش بروفيسيونيل، مي هكاك وخلط لي يعني ماهيش حاجه كي يعود السمن نتاعنا محرك مليح وبحراره الغرفه اون بليس طري كيما نقولوا. رايح يتحرك لكم السميد نتاعكم مع 2 كيلات يعني تاع السميد هاذيك الممسوحين مع الكيلة نتاع السمن. راح يتحرك لكم مليح. لو كان ريماركيتو يا البنات كيما جيت راح ندير لكم الخطرة الأولى السمن نسيت باش نقول لكم راني درت شوية بومبي يعني زايد الكيلة نتاع لا الكيلة نتاع السميد هكذا. لهنا بعد ما خلطت 2 كيلات نتاع السميد مع الكيلة نتاع السمن جيدا هكذا، جبت القصعة نتاعي هذه وراح نضيف لها الزوج كيلات اللي بقاو لي. انا لهنايا درت البراج نتاعي درتو بربع كيلات سميد متوسط ممسوحين، يعني 4 كيلات سميد متوسط ممسوحين. قلت لكم واستعملت كنزة متوسط تاع 25 كيلو، شكارة تاع 25 هكذا. ضفت الكيلات الزوج اللي بقعدوا لي ورحت نخلط فيهم هكذا. دوك تشوفوا كيفاش ليه مانيش راح نطول معاه بزاف في الحكان. لو كان استعملت ديريكتومون السمن نتاعي هكاك بهذيك الطريقه يعني وهو هكاك صفر يعني ما خلطتوش بالباطيغ كنت ندي وقت طويل في الحكان نتاعو بهذا الشكل. لكن مع خلطت بالباطيغ وضفت له 2 كيلات هذوك الاولين حركت بالباطيغ ليجيرمون يعني ما طولتش بزاف، وعاودت فرغتهم في القصعة ولميتهم زدت له يعني عفوا 2 كيلات الاخرين تاع السميد. طاح لي قد يعني ما طولتش خلاص فيه وانا نحك ونتعافر معاه ويدي معايا جهد كبير كيما على بالنا راهو يدي الجهد. ما كانش وحده اللي تقول لك انايا راح نديرو هكا فاسيلمون كامل. شوفوا الكره كي نشكلها طيح لي قد
وحتى يديا شوفوا كيفاش اللون تاعهم، وشوفوا كيفاش البسوس جاني، يعني سبحان الله جاني روعة. نطلب منكم فقط حاجة واحدة، بك ادعيوا لي دعوة خير واطلبوا لي الشفاء العاجل لأمي وأختي، لأنه أختي فعلا راهي مريضة يعني لدرجة الله المستعان. نتمنى ربي يشفيها لنا إن شاء الله يا ربي، هي والأم نتاعي. من فضلكم ادعيوا لهم، لأنه راني محتاجة أنكم تدعيوا لهم دعاء. وهذا ما كان. لهنا جبت ملعقة كبيرة نتاع الملح. طبعا انا حطيت نصف ومن بعد تعاودت حطيت نصف واحد اخر، دونك نتوما حطوا ملعقة كاملة هكذا. حركت جبت الكيلة نتاعي تاع الماء وقاعده نضيف فيها قليلا قليلا حتى يتلم لي العجين نتاعي هكذا هكذا بشويه بشويه حتى اللم. لكن ما تعجنوش، هو كيما المقروض، يعني البراج كيما المقروض ما نعجنوهش، راح نجمعوه فقط. ووزعوا الملح نتاعكم جيدا، يعني تحركوا الملح نتاعكم هكذا باش تجي في السميد نتاعكم متساويه، يعني في البراج نتاعكم يجي متساوي، ماشي جهه فيها الملح تلقاوها مالحه بزاف وجهه تلقاوها مسوسه خلاص ما قاسهاش الملح. سينو لكن عدتوا تخافوا يعني من الملح تجيكم بالطريقه هذه اللي كنت نوصف لكم فيها، حركوا السميد نتاعكم مع البسوس ومن بعد مع الملح، ولا مع الملح ومن بعد ضيفوا له البسوس، هذا مكان. وحركوا بالطريقه هذه وكملوا جمعوا بالماء فقط، ما نديروا له لا ما زهر لا والو، لانه او يطيب لنا في الطاجين. رايحين نغطيوه، جمعناه خلصنا ورايحين نغطيوه بالنيلون هكذا. انا لهنا الكيله بقات فيها 1 سنتيمتر هكاك، كملتهاش ورحت نجيب الغرس نتاعي. بالنسبة للتمر ديروها شوية مطلوقة ولا شوية جارية فقط على كما قلت لكم على المقراض. الناس اللي تفرجوا الفيديو نتاعي تاع المقراض، هذه الغرس يا البنات ما ضفت لها والو، ما مسيتها، ما درت لها حتى حاجة. اللي مهتمة ان بالغرس ترجع فقط للفيديو نتاع المقراض، راح تلقاها كل فيها كل لي ديتاي يعني اللي حطيتها لكم، وراهي جاريه. قلت لكم علاش في لا فيديو اللي فاتت، قلت لكم علاش خليها جاريه. بالنسبه للبراج تاني كيف كيف لا ميم شوز، حنا نخليوها التمره ديك نخليوها جاريه. الغرس تاعنا يعني نخليوها جاريه هكذا باش تلصق لنا في المقروض، ما تشيحناش وتعطينا قوام مليح. يعني المقروض نتاعنا يجي، عفوا البراج نتاعنا يجي كامل لاصقه في بعضها، هذا مكان. لهنا العجين تاعي بعد ما ارتحت قليلا، طبعا بزمان يعني الغرس هذيك لميتها. انا ما رحتش نخدم الغرس، كان الغرس كانت تاعي مخدومه خالصه قلت لكم تاع المقراض. انا رحت فقط رحت صليت وعاودت وليت لقيتها يعني رجعت يعني لقيتها ارتحت شويه، قسمتها الى كرتين متساويتين كما تقدروا تحطوا وحده كبيره ووحده صغيره، وانا نفضل لكم ديروهم متساويين احسن يطيحوا لكم قد. نرش القليل من السميد الناعم فوق لو بلان دو طرافاي ولا ديروا النيلون، وانا نفضل هذه الطريقه احسن من النيلون. ودوك نقول لكم علاش. اولا حنطرح العجينه نتاعي هذه وراح نخليها هكا على لو بلان دو طرافاي، نغطيها ونخليها. طبعا انا حنكمل نزيد نعاود نحلها شويه باسكو جاتني خشينه بزاف. وانتم يعني في المقصود نتاعي يعني البراج، بالنسبة للبراج نطرحوه شوية خشين ومن بعد نحطو الطبقات على بعضهم، ومن بعد نبداو الساعة نحلوها ضربة واحدة على بعضها كامل بسمك واحد فريد. لكن هادو الطبقات لازمنا نديروهم تاني بسمك واحد فريد، يعني لاش بسمك 1.5 سنتيمتر ولا، ونحطوهم على بعضهم. لهنا جيت باش نحط يعني نطرح الطبقة الأخيرة اللي تجي من فوق خلاص تاع العجين بنفس الطريقة وبنفس السمك. وأشاك فوا يعني في كل مرة راح نقيس على الخبزة الأولى، يعني على هذيك اللي طرحتها الأولى باش يجيوني كامل متساويين. دونك هذه الطبقة التحتانية اللي حضرناها والطبقة الفوقانية رايحين يكونوا بنفس الحجم، لأنه رايحين يطبقوا على بعضهم كما رايحين نشوفوا دركا كي نديها. لكن بالنسبة للغرس راح تجي شوية ناقصة عليهم ب1 سنتيمتر. لهنا راني قاعدة نطرح في الطبقة الأخيرة هكذا. راح يكون السمك نتاعها قلت لكم من 1.5 حتى من 1 ل1.5 ولا
هكداك. لا نتوما ديروها من 1.5 حتى ل2 أحسن، هكذا باش من بعد كي تحلوها تولي لكم طبقة وحدة فريدة والعلو تاعها يجي ممتاز. هذه الثانية حنقيسها الساعة على الأولى. وننبهكم لحاجة تاني، كاين آه بالنسبة للبابي كويسون راح ينعاونكم بزاف، لأنه بابي كويسون على بالنا العرض نتاعو يجي واحد 20 سنتيمتر هكاك، ولا تسمى راح يجيكم مليح كي تقيسوا عليه لو بابي هذاك، كي تقيسوا على العرض نتاعو راح ينطيحوا قد قد في الخبزة نتاعكم قد قد. لهنا راح نجيب البلاطو تاعي هذا الصغير برك تاع لا بيتزا هذه، ورحت حطيته فيه الدائرة الأولى هكا باش ما عنديش تما وين نحطها، حطيته تما برك وخلاص. بالنسبة للغرس جيت باش نطرحها فوق البابي كويسون. بابي كويسون راح يعاونكم، والبلاستيك تاني يعني هذا تاني تاع الصينيه تاني راح يعاونكم تخي بيان انكم تخدموا به. هكذا راح نحلها بسمك نفس السمك نتاع العجين. وفي كل مره راح نروح نقيسها بنفس الطريقه هكذا. نطرحها. انا قلت لكم ما يعني ما نقصت من لا فيديو حتى حاجه، خليتها لكم كومبلي كيما راهي هكذا باش تديو الخطوات. سورتو البنات يعني المبتدئات اللي يحبوا يتعلموا، ولا حتى كاينين بنات في ديارهم واول مره يعني يديروا البراج، ولا هكذا تصادف اللي تصادفها على غسات على الاقل ديرها، ولا المراه العامله يعني اللي ترجع للدار عيانه وتلقى وليداتها يعني حابين ولا هي حابه وكامل. راني سهلت لكم الموضوع وكيفيه يعني بمقادير يعني صغيرة يعني بسيطة، هكذا تقدري ديريها لوليداتك ونتيا آلز يعني. نقصت عليك يعني العبء هذاك نتاع تاع انك تبقاي تحكي في السميد نتاعك وتذوبي وتعاودي تخليه يبرد شويه وكامل. بالنسبه للتذويب يا البنات حبيت نقول لكم حاجه. انا ما ندوبش النيس من تاعي ني زبده ونخدم بهم المقروض ولا البراج بنفس الطريقه. شوفوا لهنايا انا جيت باش نكي الغرس نتاعي، راح نكمل لكم ساعه الهضره على الغرس هكذا باش ما تفوتنيش الصوره يعني. هكذا راح نحي البابي كويسون تاعي بهذه الطريقه. طبعا راني هزيت الغرس نتاعي جهه بالبابي كويسون وجهه بالبلاستيك الغذائي هذاك نتاع الصينيه هكذا. راح نهزها، راح نخلي 1 سنتيمتر على العجين تاعي، يعني على بعيد شويه على على العجين يعني ب1 سنتيمتر هكذا على الحافه نتاعو. وراح نقلب هكذا مباشره على على الخبزة الأولى. بالنسبة للخبزة الثانية اللي راح نحطها يعني الأخرى العجين يعني راح نحطها طبقة أخيرة، هذيك راح نحط الحافة عند الحافة ونقلب مباشرة كيما هكذا. الحافة عند الحافة ونقلب مباشرة، ومن بعد نقفل لو تور كامل على الزوايا كامل هكذا باش نضمن باللي الخبزة تاعي راهي محشية بطريقة مليحة، او ميم طون بعدا مقفولين الجوانب كامل باش راح تخرج لي التمر تاعي ديك اللي لداخل. قلت لكم انا ما ندوبش اللي سمن اللي زبده هكذا نعرفوا كيما المارغرين يعني في عبارة عن زيوت مهدرجة يعني معادة التصنيع. وكي نعاودوا نذوبوها احسبوا هما ديجا راهم مكتفينها يعني راهي مكثفة، زايدين لها فيها الحليب وزايدين فيها ايضا الماء هكذا. وكي تعاودي تذوبيها انتي واش راح يصرى؟ الزيوت المهدرجة هذيك رايحة تزيدي تعاودي تصنعيها كي شغل راح تزيدي تعاودي تصنعيها باش تعاودي تخدمي بها. دونك انا ما نحبش اني ندوبها، نحب اني نستعملها مباشره. ومن في الوصفات نتاعي حتى في حياتي اليوميه يعني بدون وصفه تلقوني ما ندوبش الزبده، نستعملها هكاك بهذيك هي الطريقه نتاعي ومعتمدتها منذ القدم. يعني راني اكثر من 20 سنه نخدم المقروض ونخدم البراج قداش من سنه بصح هكاك وما جامي يعني لا ندوب ولا. لهنا جبت يعني هذيك نصيحة فقط للأخواتي هكذا باش ما تطيحوش في
في الأمراض وما يتبعكم. تعرفوا الإنسان دركا حتى الصحة قليلة كما يقول لك، والله المستعان. هذا ما نقولوا، ربي إن شاء الله يحفظنا. المهم تفاصيل نكملوا. انا رشيت من فوق فقط رشه نتاع السميد هكذا، وجبت الطابع نتاعي هذا تاع البراج اللي هي معروف اصلا لما يتباع في الاسواق. انا شريته 15,000 هكذا، ومليح بزاف. فيها الجهه اللي تجي هكذا مشرشفه فيها الزيكزاك، وكاينه الجهه اللي فيها يعني عاديه. انا قطعت بالقطعه العاديه نورمال هكذا، وطبعت به الكميه تاعي كامله باش تجيني الحبات كامل متساويين. بالنسبه لهذيك القصه اللي راكم تشوفوا فيها، قصيتها بالملعقه هكاك. هذيك راهي غير الحرف برك، هذا مكان هكذا. شوفوا لي كيفاش هزيت الحبه نتاعي فاسيلمون بلا شي تعب، يعني بلا ما لصقت لي في البلان دو طرافاي. ومن بعد راح نحطهم في بلاطو هكذا باش نحطهم قدامي. يعني كي نعود قد نطيب ما نبقاش رايحه جايه البوطاجي. بالنسبه للبنات يعني اللي نديرين الطابونه تاعهم بعيد على البوطاجي، دائما نديروا ان بلاطو هكا وحطوا فيه الحبات نتاعكم مقلوبين. دركا انا هذا كي نهزها كيما هكا راح نقلبها ومن بعد نحطها في البلاطو هكذا باش تجيني كي نهزها من بعد نهزها فاسيلمون هكذا. شوفوا هكا، وراح نحط الطاجين تاعي يسخن. طبعا بالنسبه لهذه اللي بقات لي على البوطاجي لازم تتغطى. وراح نجيب الحراف هذوك الحواف، يعني هذوك الاطراف اللي من هما اللي راح نسخن بهم الطاجين، يعني راح نطيبهم هما اولا ومن بعد راح نجيب الحبات نتاعي. الطاجين بالنسبه للطاجين كل واحد كيفاش يفضل. دوك انا عندي هذا مرفى به، طيبت عليه، حطيت يعني النار تاعي على قليله خلاص، يعني على درجه قليله خلاص هكذا. ويطيب لي يعني على حبات، وتشوفوا الطياب تاعو يجيني مليح. وشويه يدي الوقت، يعني خليوه يدي الوقت نتاعو في الطياب. هذا مكان ما تلهفوهش، لانه من بعد راح يوليكم تحمر الوجه نتاعو، اللي من برا يحمر واللي من داخل هذاك يبقى لكم خضر، يعني يبقى لكم عجينه. يعني هكا تسمى البلاج نتاعكم راهو ما يتكلش اصلا هكذا. ريح يدي الطياب نتاعو على راحته، خليوه لو ماكسيموم هكذا. من حين الى حين ضروري انكم كي تحطوا الحبه فوق الطاجين تحركوها يمين ويسار هكذا باش علاه طيب لكم الحراره نتاع الطاجين هذاك تفوت على الحبه كامله، يعني تمس الحبه كومبلي، ماشي حبه تقيسها وحبه ما تقيسهاش. كاين واحد البراج هكذا كي الناس كيطيبوه، كاين تلقاي الحبه نتاعو ماهيش متساويه في الطياب نتاعها، تلقايها بقعه هكا فيها تلقاها بيضاء. هذيك ما حركوش الحبه نتاعهم كيحطوها على الطاجين، دونك بقات حبه جهه قايسه في الطاجين مليح وجهه الاخرى لا. دونك نتوما كي تحطوا الحبه تاعكم حركوها يمين وشمال، ومن بعد يعني خليوها طيب فوالا. هذا مكان هكذا. شوفوا هكذا، وراح نحركها. ها نقدر نحرك فيها، كل ما نقلب كل ما نحرك، ولا كيما نحطها الخطرة الأولى بعدا نحركها يمين ويسار وهكذا حتى يطيب البراج نتاعنا. بعد ما يطيب راح نحيه وراح نخليه يبرد حوالي 5 دقائق 10 دقائق. شوفوا كيفاش تكسرت لي هذيك الحبة، تالمو راهو فريمون طري وناجح مليار في المئة. يعني على ضمانتي إذا ما نجحتلكش الوصفة هذه أرواحي لي وقولي لي باللي ما نجحت ليش، والله العظيم غير ناجحة وعطيتها لكم من قلبي، لأنه فعلا راني نخدم من قلبي وراني نحط لكم في وصفات ما كانش على اليوتيوب. بالنسبة للناس اللي قاعدة تقول لي الوصفات تاع فلانة ولا فلانة، والله صدقوني غير ما يتسعوا وما كانش، وحوسوا عليهم. إذا لقيتوهم أروحوا حاسبوني، قولوا لي باللي راهي الوصفة نتاع فلانة ولا نتاع فلانة. المهم بالنسبة للطاجين تاني، نبقاو نهضروا على الطاجين. كاين حنا جداتنا بكري كانوا يحطوا الطاجين نتاعنا تاع طاجين بحبة، يعني هذاك اللي نطيبوا فيه الكسرة نورمال عادي، وراح نحطوه هو الأول على نار قاوية، ومن بعد نحطوا فوقو الطاجين هذا نتاع النحاس، يعني هذا الطاجين تاع النحاس الحديد، ونطيبوا فوقهم تاني يطيبوا لكم هايلين ويطيبوا لكم على خاطرهم وروعة خلاص يجيو ملاح بزاف. دونك انايا عندي الحرف منا ومنا، يعني في الطاجين نتاعي هذاك اللي ثقيل يعني تاع بوحبه عندي الحرف نتاعو الشوك تاعو هكا شغل طالعين شويه منا ومنا. دونك ما يرسليش الطاجين نتاعي فوقه، ما بيحبسش يعني الطاجين نتاعي فوقه. ففضلت الطريقه هذه، وانا من سنوات نطيب فوق هذا النوعيه من الطاجين ويجيني هايل بزاف.
هكذا راح نجيب يعني سيرفيات هكذا ولا بابي سويتو، وراح نمسح الوجه الخارجي نتاعو هكذا كيما كنا نديرو زمان بكري، كيما علمونا أمهاتنا. كانت الخطوة هذه مهمة جدا في إنه البراج نتاعك ما يبقاش حرش من فوق، يعني يولي أملس هكذا. وهذا هو البراج نتاعنا، جا من أطيب ما يكون. ما تنسونيش أخواتي بالدعاء لأختي ولأمي. بارك الله فيكم، وبارطاجيو الوصفة مع أصدقائكم وأحبابكم، ونلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة بحول الله تعالى وبإذنه. شوفوا لي هذا البراج هايل 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 بالبزاف. راح نقسمه معكم الحبة كما كنت قسمتها معكم في بداية الفيديو. نتمنى إنها تنال إعجابكم ورضاكم، ونتمنى كثيرًا إنكم تجربوها هكذا وتستمتعوا بهذا الطعم الرائع. بالنسبة للغرس نتاع البراجي البنات، نسيت باش نقولكم باللي رانا ما نداويوهاش، إذا حبيتوا تضيفوا لها فقط شوية تاع القرفة مع زيت وشوية ماء طبعًا، وتخدموها عادي كيما الغرس نتاع المقروض هكذا. وهذه هي، هذه كانت الوصفة نتاع نهار اليوم. إلى هنا نكون وصلت معكم إلى ختام من الفيديو، نتمنى أني نلقاكم في فيديوهات لاحقة بحول الله تعالى وبإذنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.